اشتري محل ولا خليني في المضمون واشتري شقه وخلاص؟ الحقيقه ان المكتب او المحل او العياده هيكون ايجاره اعلى بكتير من الشقه، بس الشقه سهل تاجرها بنفسك، انما لو اشتريت محل مش سهل تلاقي له مستاجر كويس بنفسك. طب والحل ايه؟ المستشار يقول لك بقى علشان تشتري محل تضمن انه يجيب لك عائد كويس ركز على 3 حاجات، وبالذات رقم 3. اول حاجه موقع المول اللي بتشتري فيه يكون على شارع رئيسي وسهل الناس توصل له بعربيه او مواصلات، ويا سلام لو قريب من محطه مترو او مونوريل. ولو مكتب يفضل انه يكون قريب من المصالح الحكوميه والبنوك، لان دي هتكون ميزه قويه جدا هتخلي الشركات عايزه تاجر عندك. تاني حاجه هي موقع المحل جوه المول نفسه. انت ممكن تلاقي محلين بيقدموا نفس الخدمه في نفس المول، بس واحد منهم عليه زحمه والتاني لا، علشان موقع المحل جوه المول نفسه بيفرق. اللي على الواجهه مش زي اللي متطرف، واللي في الدور الارضي والاول مش زي التاني والتالت. فلازم تشوف الماستر بلان بتاعت المشروع كويس جدا، وتتاكد ان محلك موقعه متميز وهيبقى متشاف كويس لكل العملاء اللي هتدخل. تالت حاجه ودي اهمهم هي شركه الاداره والتشغيل. لازم تبقى عارف الشركه دي كويس وسابقه اعمالهم، ما تخليش حد يضحك عليك ويجيب لك شركه اداره اي كلام ويقول لك ان شاء الله محلك هيتاجر، بس انت بس اشتري معانا. ده فخ. شركة الإدارة القوية هي اللي بتنجح المول، وهي اللي بيبقى عندها علاقات مع براندات كبيرة تقدر تجيبها تأجر عندك، وبالتالي تضمن عقد طويل المدى وإيجار كويس لوحدتها. وافتكر دايما إن العقار هو الابن البار، وما تنساش تعمل فولو للمستشار.